بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توكلنا على الله. امبارح الخروف ده نايم بالليل، كان عنده مشكلة، الكبش الكبير، معرفش ايه هي، بس هو كان بيفضل ينت، تحس ان هو عايز يعمل حمام ومش عارف. فتقريبا والله اعلم ده عشان نزلت اراضي اللي هي القمح او الغله، ده بياكل سبل كتير مكان اللي هي الارض دي. في السبل اللي هو بيكون فاضي، سبل غله زي ده، زي ده كده. فده يعتبر قمح او غله، فده بيلكم الغنم. بس لما روح بات وصحي الصبح كل شويه برسيم كده، صحيت الصبح لقيته زي الفل الحمد لله يعني. فربنا يلطف. دي حته برسيم، كرسي برسيم، صحابها هيحرطوها عشان يزرعوا رز، يزرعوا خضار، يزرعوا ايا كان هيزرعوا، فبيخلوا فرامين فيها سباق علشان تتحرق. وهنا يجي دورنا بقى. ده الغنم اللي انا قصيتها امبارح، الحوليه دي، النعجه دي، والتانية دي، والتالتة فين؟ اهي التالتة الضعيفة دي. سبحان الله، في غنم بتاكل في البرسيم، وغنم عدت الناحية التانية تاكل سبل الغلة او سبل القمح. احلى حاجة ان في هنا ارض فاضية في البرسيم، في ارض الناحية التانية فاضية، فالواحد بص هو قاعد براحته. غنم تروح يمين، تروح شمال، تروح هنا، تروح هنا، مفيش اي مشكلة، براحتهم خالص. بسم الله، الكبش اتظبط. كان امبارح صعبان عليا خالص، بس الشمس شديدة عليهم، تحس ان هما ايه، قاعدين يكودوا على بعض او يلموا على بعض من الشمس. انا سميته 7 على فكرة. والغنم الحمد لله بدأت تظبط، يعني الغنم المفروض اني طالع الصبح، شايفين طالع الصبح لسه بيفطروا يعني كده. بسم الله ما شاء الله حلوين. وانا مروح، انا كده كده مروح النهارده هديهم التحصين بتاع الديدان، و وهصورهم وهجيب لهم كده كده كمان برسيم العصر، فهصورهم وانا بديهم التحصين، واصور لكم الغنم اخر النهار عشان تشوفوها. ربنا يرزق الجميع يا رب. دول هما الاتنين اخوات، دول بطن واحد يعني. ودي الحورية الصغيرة اللي هي كانت على سطح البيت، اللي كانت مفطومة، نزلتها تحت عشان تسرح تتعود على المسراح يعني. ودي اللي هناك، دي اللي هي اتقصت، هي ودي، دي وديا، والتانية قدام هناك. البرسيم ده كتير عليا، فرنيت على واحد لقيته شاري برسيم بيرخب هو كمان، ورنيت على التاني بس ما ردش عليا. شوية كده هنرن عليه عشان يجي، لان صاحب الارض عايز يحرث الارض، ولازم البرسيم ده يتشال، واحنا لو ما اكلناش البرسيم هيتحرق. دي الكزبرة اللي انا كنت فيها من كام يوم، لسه فيها بواقي اكل كده، قلنا نيجي ننزل فيها شوية. وبعدين الغنم اللي كانت في البرسيم اللي هناك تحس ان هي ردت من البرسيم شوية، فهي لازم تغير اكل. قلنا نطلع نغير اكل هنا في الكزبرة دي، هنقعد هنا نص ساعة ونرجع هناك تاني. رجعنا تاني لأرض البرسيم والقمح اللي هنا، فهم نازلين يقلبوا في القمح. ربنا يستر في المطاف ماشية او الاسعاف ده، بس تقريبا والله اعلم ده المطافي، لان كان في، شايفين الدخانة اللي هناك دي، انا كنت هناك من شوية، فربنا يسترها في حريق. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب، ربنا يستر.
كان في حريقة دخان كان اكبر من كده، وبعد شوية كده ربع ساعة لقيت المطاف جاي. ربنا يسلم ويستر على اهل المكان. في السبل القمح اللي زي ده كده، خد تعالى غزالة، خد. بصوا معايا كده يا جدعان، في خد تعالى، خد تعالى، انت مالك كده مش مظبوط، خد. انت مش مظبوط، خلي بالك. لسه شاري الشرشرة دي جديدة النهاردة بدل اللي ضاعت ب130 جنيه. الساعة دلوقتي حوالي الساعة 12. هنحاول ما نتأخرش عشان الشمس، مع ان الجو النهاردة حلو وفيه هوا، بس برضه هنحاول ما نتأخرش. الغنم تشبع هنمشي على طول ان شاء الله. هو الجو لو حر خالص انا بروح مع الساعة 12 11 كده وبطلع تاني العصرية بس، لكن لو الجو حلو بكمل واروح اجيب لهم شوية برسيم شوية برسيم العصرية. بس طبعا النهاردة الخميس والنهاردة اجازة، فطبعا ايه، انا واعد الاسرة لازم نطلع ناكل توت النهاردة، فنحاول نخليهم يشبعوا قبل ما ينام قبل ما اروح. الظهر أذن دلوقتي والساعة تقريبا 1:30. الغنم بسم الله ما شاء الله، مفيش غير بس هي الغنم اللي هي الضعيفة اللي أنا كنت قايل لكم عليها. بص الغنم كلها بطنها عمران. وكلوا النهاردة قمح كتير خالص، وحتى البرسيم برضو كتير. يعني النهاردة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، وربنا يزيد الخير ويرخي المسلمين يا رب. بص النعجة دي اللي هي ماشية لوحدها دي، النعجة دي كانت بترضع، أول ما فطمت تعدى عليها تقريبا شهر فاطمة، بسم الله ما شاء الله ردت خالص. وإن شاء الله ربنا يبارك في الحلية دي. الحلية دي هتبقى محترمة يعني. الحلية دي مفطومة بقالها شهر بالظبط، وبص في حجم أمها. ودي برضو لسه ربنا يستر وترد شوية، بس هي بدأت يعني. لسه بقى الدواء بتاع الديدان اللي هي واخداه، لو في ديدان ولا حاجة هيظبط الدنيا معاها إن شاء الله. بصوا يا شايف، سامعين صوت الهوا؟ مش أنا مرضتش أروح يعني بحس إن في هوا. بص الهوا بيطير البرسيم، في هوا جديد يعني، الجو حلو طراوة. ده اللي مخليني مستحمل ان انا اقعد لحد الساعة 2 او الساعة 3 مش مشكلة، بحيث ان انا اروح خلاص ما اطلعش تاني العصر، على قد ان انا ارمي لهم شوية اكل اخر النهار بس وخلاص. هم شبعانين كمان يعني، لو ما ارتماش ليهم اكل كمان كفاية، بس انا عندي برسيم زيادة فلازم احش وارمله. ربنا يرزق يا رب. حتى دي برضو اللي اتقصت دي برضو راقت شوية وبدأت ترد، برضو باين عليها الشبع. بسم الله. يا سبع مالك؟ هو ملكون بس لكمة خفيفة كده يا اسطى، يا اسطى. بص بيفضل يعمل الحركة بتاعت بطنه دي، بص وينت
وبعد كده يعمل حمام. وسع كده، وسع يلا. وبتنزل يعني ايه، مش اسهال، طرية شوية. اتصلت على واحد قال لي ده من القمح اللي هو كان الغلة دي هي اللي عملت كده، فربنا يستر يا رب. دي الحركة اللي كنت بقول لكم عليها. دي لكمة بس الحمد لله فكت يعني. الغلة نمت على بعض، هنروح بقى خلاص. دلوقتي الساعة داخلة على الساعة 2، مع ان الجو حلو بس هي مش قادرة تاكل. يلا ربنا يحوش عن الكبش ان شاء الله. وصلنا الحوش بالسلامة ان شاء الله. وانا جاي برضو لقيت في واحد قال لي في شوية كرات، كمية كبيرة يعني، فعبيتها وجبتها ورميت لهم نصها. بس مش هينفع نحصن اخر النهار، التحصين هيبقى بكرة الصبح، فعشان كده هنستنى التحصين، نصحى بكرة الصبح نحصن الساعة مثلا 6، ونسيبهم ساعتين او 3 ساعات قبل ما نسرح. فان شاء الله هنحصن الصبح بدري. نشوفكم بكرة بإذن الله. السلام عليكم. النهاردة الجمعة، الساعة دلوقتي 6:30. هنديهم بقى ايه، نبدأ التحصين. دول 40 سم، هنديهم ل4 نعجات. ده انا اول نعجة اجرعها، واول مرة اجرع في حياتي على فكرة الدواء ده. عشان كده الدواء اغلب الدواء وقع منها، ما دخلش بقها. المهم اديتها كمان مرة، عدت الجرعة تاني، لان انا حسيت ان هي ما خدتش غير 2-3 سم والباقي وقع بره. فبتعلم بقى، معلش اعذروني. هنا الكبش برضه لما جيت اجرعه يعني الدنيا اتحسنت معايا شوية، بس برضه في دواء وقع مني برضه بره، لان المفروض ان السرنجة دي تدخل جوه في بقه. فبص نزل تاني. انا عدتله الجرعة على فكرة، الكبش تاني زودتله شوية كمان شوية. دي بقى تالت واحدة اللي هي منضرات، اديتها الجرعة مظبوطة، دخلت السرنجة جوه وخدت الجرعة كاملة، مفيش حاجة وقعت بره خالص. دي برضو نفس القصة. دي النعجة اللي هي كان ابنها مات وكان جالها التهاب في الضرع، او الضرع اتحجر.
دي برضو اديتها برضو نفس القصة، الجرعة، ودخلت السرنجة جوه، مفيش حاجة طلعت بره، بثبتها شوية وهي واقفة لما الدواء ينزل. دي النعجة العجوز. بس التصوير هنا كان وحش شوية بقى، أنا آسف. المصور اللي كان بيصورني مصور فاشل، ابني. دي النعجة الوسيم. يا عم الكبش هو ده وقته، انزل يا عم. دي النعجة الأرنوبة، أنا مسميها أرنوبة علشان الأسنان اللي طالعة دي. دلوقتي وأنا بحصل كل الغنم، يعني إيه، قليل خالص اللي يطلع حاجة صغيرة زي دي. وفي عندي الغنم برضو في كام واحدة ظهر فيها القوب اللي بيطلع في وشها، يعني دي واللي قبلها، وفي كمان واحدة، يعني 3 عندي. دي واللي قبلها اللي هي كأختها، والتانية واللي هي حصنتها من شوية اللي هي كان ابنها ميت وجالها التهاب في الدرع. وده عندها خراج تحت ودانها اهو. ان شاء الله بس هخلص تحصين ونعدي يوم او يومين في الحلقة الجاية ان شاء الله هصور لكم انا بعمل ايه في الخراج، بفتحه ازاي والكلام ده، وبصفيه ازاي وبنضفه ازاي والكلام ده. هذه النعجة الجديدة، انا كنت شاري 2 من السوق، وواحدة اللي انا بدلتها مع النعجة اللي هي الأزعة. دي واحدة منهم اللي هي اتقصت. دي اللي هي كانت مبدلها مع الأزعة. دي الحلية الصغيرة اللي انا كنت جايبها ب6000. بكرية لسه تحت عشر. ودي برضو نفس القصة، بكرية برضو لسه صغيرة، دي صغيرة عن التانية شوية اللي قبلها. ودي الحلية الصغيرة اللي هي كانت مفطومة بنت النعجة العجوز، دي كانت على سطح البيت ونزلتها عشان تتعلم السرحان مع الغنم. ودي النعجة برضو اللي هي، اللهم صل على النبي، النعجة اللي هي اللي كانت والدة ال3 كده وتدي تمام. هنا مفيش حاجة طلعت بره خالص. بالنسبة لحجر التمليح، لما بص كلوا تقريبا ربعه كمان، خلصوا منه كتير. كده خلصنا كل الغنم تقريبا باستثناء النعجة دي عشان عشر، والاتنين واللي هي الكبيرة والكبيرة دي، دول مش هياخدوا، لكن باقي كل الغنم خدت.